السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلوة قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه الاوردر ده؟ الاوردر المختلف ده هقول لكم. بصوا بقى لنا كام فيديو كده اوردرات مختلفة خالص. زي ما انتوا شايفين كده طبعا، وزي ما انتوا عارفين احنا طبعا في الصيف، وفي ناس بقى بتطلع مصايف. عقبالكم جميعا وعقبالنا معاكم. فطبعا دي حاجات اساسية للمصايف، المعجنات بقى وبسكوتات ومش عارفة ايه. فالحاجات دي حلوة قوي. فالاوردر بتاعنا طالع مصيف. تمام، شفتوا بقى؟ انا خلاص سيتي وصل لبصوا لكل حتة. الحمد لله. تعالوا بقى ندخل على المقادير ونشوف هنعمل وصفتين احلى من بعض، ومقاديرهم سهلة جدا وان شاء الله هيعجبوكم. اول حاجة حطيت في بولة العجان كيلو من الدقيق، وحطيت عليه نص معلقة من البيكنج باودر، ومعلقتين من السمسم، واللي انا محمصاه في الطاسة ده معلقتين من اليانسون حصى، بس انا حطيته ياخد ايه يعني ريحته تطلع على النار. تمام. وبعد كده نزلت بنص كيلو من السمنة دي على فكرة مغلية، وانا معيراها في الشفشق دوت نص كيلو بالظبط. تمام. هي كانت زبدة نيوزيلندي وانا سيحتها بقت سمنة. تمام. عايزة اقول لكم بقى مش ريحة رهيبة. طبعا بقى وانا شغالة كده هسيبهم بقى يتبسوا في العجان كويس قوي لغاية لما بصي تمسكي العجينة تكوريها بين ايدك، تبقى خلاص اكنها عجينة من غير اي ولا نقطة مية ولا اي حاجة. طبعا في البداية خالص كنت حاطة كوباية ونص في المج الكبير دوت، كوباية ونص من المج الشاي العادي، على كيس خميرة ومعلقتين من السكر، وسبتهم يتفاعلوا مع بعض علشان ايه؟ الخميرة اتأكد اللي هي نشطة. تمام. وبعد كده نزلت بكوباية الكوباية ونص بالخميرة بالسكر مرة واحدة على العجينة. وزي ما انتوا شايفين لفتها لفة بس في العجان لغاية لما المية اختلطت وخلاص على كده. وبعدين فضيتها زي ما انتوا شايفين في الايه، في البولة التانية، عشان انا محتاجة بولة العجين. هسيبها بقى ترتاح على الجنب، وتعالوا بقى ندخل على الوصفة التانية. برضو حطيت كيلو دقيق في العجان، وحطيت عليه نص معلقة من البيكنج باودر، وحطيت معلقة كبيرة من الزعتر. الوصفة اللي فاتت دي حلو، هنبدأ بقى نشتغل في الايه، في الحادق. يبقى حطيت معلقة من الزعتر ونص معلقة من البيكنج باودر وبيضة، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الاسود. طب هتقولي لي فلفل اسود ليه؟ علشان انا حاطة بيض ولازم احط فلفل اسود مع الزعتر والكمون، استحالة تشم ريحة زفار. هضرب الحاجات دي كلها مع بعضه. وبرده كنت في نفس المج الكبير ده، المج ده بياخد كوبايتين ونص، كنت حاطه فيه كوبايتين ميه على معلقتين سكر وكيس خميره. تمام. وسايباهم برضو ايه ينشطوا مع بعض. وبعد كده هنزل بالميه لغايه لما ايه تختلط كله مع بعض وتبقى عجينه. واول لما احس ان العجان كله يعني العجينه لمت معايا، هقوم ايه حاطه مكعب زبده ولماها بالزبده وخلاص على كده. تمام. هرجع اقول لكم كل المقادير تاني وانا شغاله، بس تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين عجنتها كويس قوي لغايه لما بصوا بقت عجينه مطاطيه. يعني طبعا لو ما عندكيش عجان، على الرخامه كده حطي شويه دقيق وافضلي بقى دعكي فيها لغايه لما تبقى ايه، عجينه تبقى يعني اتلمت كويس. كده بقى معايا عجينتين حلو وحادق زي ما انتوا شايفين. واحده بقى هنعمل قرص تحفه، والتانية هنعمل مخبوزات او ميني بيتزا او اي حاجة انتي ممكن تصنفيها. عايزة اقول لكم لو مش عايزة تحطي بيض في العجينة ممكن تحطي معلقتين لبن بودرة. طب لو مش عايزة تحطي، ما عندكيش لبن بودرة، حطي كوباية زبادي. اي حاجة من الحاجات دي، بيضة او معلقتين لبن بودرة او زبادي او لبن رايب او لبن من العادي. حتى لو ما عندكيش كل ده، لو عندك كوباية لبن حطي عليها معلقة خل وخلاص على كده. تعالوا هنا بقى معايا كيلو الا ربع من العجوه. زي ما انتوا شايفين انا كل اللي عاملاه فيها اللي انا حاطه لها مكعب من الزبده، ودعكاها كويس قوي لغايه لما بقت شبه الملبن كده زي ما انتوا شايفين. حطيت عليها معلقتين كبار من السمسم، وقلبتها طبعا مع بعض كده علشان تبقى ايه، فيها نسبه من إيه السمسم بيديها طعم حلو. طبعا حابه تحطي مكسرات مفيش اي مشكله. تعالوا بقى نبدأ نعمل القرص بتاعتنا. يا جماعة القرص دي قرص مقرمشة، قرص ناشفة، يعني زي قرص الكحك كده، فاهميني؟ مش القرص الطرية اللي باللبن الرايب. يعني دي حاجة ودي حاجة. بس عايزة اقول لكم معلقتين الشمر دول، معلقتين قصدي اليانسون، مخليينها ريحتها تحفة وطعمها احلى واحلى.
جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين اخد قطعة واحط جواها بقى العجوة طبعا، زي ما بنعمل الكحك بالطريقة العادية خالص، وهكورها. وطبعا العجينة طرية معايا ومساعداني، بصوا مش قادرة اوصف لكم، العجينة كانت تحفة. زي ما قلت لكم بقى هبدأ بقى احط العجوة جوه بقى العجينة واكورها كده واحطها في الصينية او في الصاج زي ما انتوا شايفين، حاطة فيه ورقة زبدة بس. واول لما بحطها بضغط عليها كده بفردها وخلاص على كده. اول لما خلصت الصاج بقى، علشان دي زي ما قلت لكم قرص مقرمشه، قمت جبت الشوكه بقى وهبدا اخرمها كده علشان انا مش عايزاها تتنفخ في الفرن. ده كده اول صاج معايا خلاص. هبدا بقى اكمل كل الكميه بنفس الطريقه. القرص دي هتعمل حوالي كام صاج؟ هتعمل حوالي 3 صاجات، ونقول صينيه صغيره تعمل معايا كميه ما شاء الله. اهم انا كده خلصت القرص. طيب تعالوا بقى نقول القرص مقاديرها ايه. القرص مقاديرها كيلو دقيق عليه معلقتين سمسم ومعلقتين ينسون بس متحمص. هنرجع للقرص تاني، بس زي ما انتوا شايفين العجينة بقى الحادقة اللي هي بتاعت البيتزا اختمرت وبقت تحفة. تعالوا بقى نعمل الصوص او الصلصة او صوص البيتزا اللي على البارد. حطيت فصين توم مقطعهم شرايح مع معلقتين زيت، وكمان معلقتين من الصلصة الجاهزة ومعلقتين من الكاتشب. طبعا الكمية على حسب انت عاملة قد ايه. وبعد كده قمت حاطة كان زعتر فريش، قمت حاطة منه كام يعني، ده كله كان ناعم يعني، حطيتهم حوالي معلقة صغيرة. وحطيت شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية من البابريكا. وما تنسيش معلقتين الخل، هيخلوا الصلصة دي طعمها حلو. وهزود عليها بقى شوية مية كده وخلاص. على كده هرفعها على النار تغلي غلوة عشان لو فيها اي مواد حافظة تطلع وخلاص. هنا بقى بنقطع فلفل زي ما انتوا شايفين، علشان ده الخضار اللي احنا هنحطه في البيتزا او الميني بيتزا. مش هحط ولا طماطم ولا بصل ولا زيتون ولا اي حاجة، هي العميلة عايزاها بالفلفل بس. وكمان طالما انا رايحة مش يعني رايحة هتقعد معاكي وقت، وفي نفس الوقت يعني سفر او حاجة، فيفضل ما تحطيش فيها طماطم. علشان بصوا ما الطماطم سهلة قوي اللي هي تبوظها. وعلشان بقى تحتفظي بالبيتزا ديت، يعني لازم تتحط في الفريزر عشان تطلع زي ما تكوني لسه عاملاها دلوقتي حالا. بعد ما قطعت فلفل الالوان كده زي ما انتوا شايفين، هحطه بقى في طبق. وكده يبقى انا عملت الصلصة زي ما قلت لكم، صلصة على البارد، صلصة جاهزة وكاتشب وزيت وتوم وشوية توابل ومعلقتين خل. سبتها تغلي على البارد كده وخلاص على كده، وفضيتها علشان تبرد. تمام. هبدأ بقى اشتغل في في العجينة بتاعت البيتزا. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت بولة عشان افضي فيها الجبنة الموتزاريلا بتاعتي. وعايزة اقول لكم الجبنة الموتزاريلا دي طبيعي. طبعا شفتوا المقطع اللي عدى القرص كانت خلاص طلعت من الفرن، كنت بسوي وانا بجهز حاجة البيتزا، وطلعت بقى ما شاء الله. عايزة اقول لكم ريحة اليانسون قلب الدنيا. عبال بقى لما نفضي بقى العجين كده ونديله البوكس المتين كده زي ما انتوا شايفين، ونطلع الهواء منه. تعالى اقول لكم انا مقادير القرص المقرمشه اللي بالعجوه. زي ما قلت لكم كيلو دقيق هتحطيه في العجان او هتحطيه في بلاستيكه، هتحطي عليه طبعا رشه ملح، وهنحط عليه نص معلقه من البيكنج باودر، وهنحط معلقتين من السمسم ومعلقتين من اليانسون بس متحمص. تمام. دي كده كل المواد الجافه. هنجيب بقى كوبايه ونص من الميه الدافيه، حطيت عليهم معلقتين من السكر وكيس خميرة، وهسيبهم لغاية لما الخميرة تنشط. طبعا في الوقت هكون انا مسيحة سمنة. طبعا كل لما كان نوع السمنة حلو كل لما هيديكي نتيجة حلوة. سمنة مش زبدة. وخليتها تغلي كده، مش تغلي لا تسخن قوي. وبعدين قمت واخده بقى السمنه نازله عليه على الدقيق بالمكونات الجافه كلها، وبستهم كويس لغايه لما الدنيا عجينه. لو كورتها في ايدي بقت عجينه ما بتلزقش. وبعدين قمت نازله عليهم بكوبايه ونص من الميه بالخميره بالسكر، وعجنتهم مع بعض لغايه لما اتلموا وخلاص على كده. وهبدا احشيها بالعجوه او الملبن او الحشوه اللي انت تفضليها. هي دي كده عجينه القرص القرص اللي بالعجوه واليانسون. تعالوا بقى هنا نشوف هنعمل في في الحادق بقى الميني بيتزا.
زي ما انتوا شايفين انا جبت بقى العجينه بتاعتي بعد ما اديت لها البوكس المتين كده، قمت ايه واخداها واخده منها قطعه وفضلت اقطع منها كور صغيره. الكوره دي مثلا نقول قد الليمونه او اكبر من الليمونه، حاجه بسيطه. تمام. وبعد كده على رشة دقيق خفيفة هاخد كل كورة كده، وزي ما انتوا شايفين انا ببطط من النص لبره، انا عايزاها تديني شكل البيتزا بس صغيرة، يعني تبقى الحروف بتاعتها عالية، فببطط من النص بس، بهبطها من النص والحروف بسيبها عالية. تمام. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة، بس وانا بقطع الاول الكويرات الصغيرة ديت بسيبهم يرتاحوا. يعني انا مثلا قطعت 10، بس ما باخدش اخر واحدة قطعتها، لا باخد اول واحدة علشان تكون هي اللي ارتاحت. وطالما ان العجينة خمرت زي ما انتوا شايفين وكانت هشة، هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. كنت هنا بقى خلصت بنفس الطريقة الصاجين زي ما انتوا شايفين، وبرده بنفس الفكرة هبدأ بالشوكة اخرمها في النص كده، علشان مش عايزة القلب بتاعها يبقى منتفخ كده، لا انا عايزة الحروف بس. جبت هنا بقى الصلصة زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى ادهن الصلصة كلها في النص بس، مش هاجي عند الحروف. وبعد كده بعد لما هخلص اول صاج كده، هجيب بقى الجبنه الموتزاريلا بتاعتي وابدا بقى احط طبقه خفيفه من تحت كده علشان تمسك لي الحشوه اللي هحطها بعد كده. طيب لو انتي مش عايزه تعملي البيتزا بالطريقه اللي انا عملتها، الميني بيتزا اللي هي تقطعيها حتت صغيره كده وبعدين تفرديها، في الطريقه التانية اللي احنا كلنا عارفينها، بس الطريقه دي بتديكي شكل احلى، وفي نفس الوقت كمان بيديكي شكل البيتزا الاصلي، يعني اللي هي ليها حروف. اللي انت تفردي العجينة على الكوانتر او على الرخامة بتاعتك مرة واحدة، وبعدين بكوباية او بفنجال او اي حاجة تبدأي تقطعيها لدواير صغيرة. تمام. وبعدين ترصيها في الصاج وتحطي عليها نفس الفكرة برضو الحاجات اللي احنا بنحطها. دي طريقة ودي طريقة، بس انا بفضل دي، كمان بيبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم بتديني شكل البيتزا الاصلي. بعد بقى لما حطيت الجبنه الموتزاريلا هحط بقى الحشو الخضار اللي انا قطعته، الفلفل الالوان. طبعا حابه تحطي زيتون مفيش مشكله، طبعا دوت على بناء على طلب العميل، هي مش عايزه ولا زيتون ولا ولا بصل. فانا حطيت بس اللي هو الفلفل الالوان، والطماطم زي ما قلت لكم مش هينفع نحطها علشان ما تسهلش اللي هي تحمض معانا بسرعه. وبعد كده حطيت بسطرمة او اي نوع لحوم عندك، لانشون، بيفي، سلامي، اي حاجة، صدق، اي حاجة انت بتفضليها تحطيها. وبعدين بقى قمت حاطه جبنه من فوق الوش وخلاص، ودخلت بقى الفرن الصاج على درجه حراره 240. طيب القرص انا كنت بسويها على كام؟ نسيت اقول لكم ان انا بسوي القرص على درجه حراره 200. هتلاقيها بتقعد حوالي تلت ساعه في الفرن او ربع ساعه على حسب فرنك. هتلاقيها بتاخد اللون من تحت ومن فوق مع بعض. لقيتيها مثلا احمرت من تحت ولسه من فوق بيضة شوية، هتطفي وتشغلي الشواية. لكن المعجنات لازم تدخل على فرن سخن جدا، فاهميني؟ عشان كده انا بدأت بالقرص، وكمان ما بتحتاجش تخمر. اللي هي البيتزا دي مش بتحتاج تسيبيها تخمر، هي اصلا بمجرد وانتي بتشتغلي فيها بتكون خمرت على طول. هعمل بقى الصاج التاني بنفس الطريقة، بس مش هحط له اي لحوم، هيبقى جبنة وفلفل بس، يعني جبنة وخضار بس. بس كده. وبعد كده بقى ح... هدخلهم الفرن على زي ما قلت لكم على درجة حرارة 240. في الوقت دوت كنت انا خلاص خلصت القرص كلها، كانت كلها استوت وكلها طلعت. وحتى في نفس الصاجات انا يعني استنيت، فضيت بقى القرص كلها في صينية تانية، وقمت اشتغلت في نفس الصاجات علشان ما اعملش كمية صاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت تبقى كركبة كتير، يعني فاهميني؟ عايزة اقول لكم والله الوصفتين طلعوا ما شاء الله تحفة، وفي نفس الوقت يعني ما خدوش وقت، يعني مش متعبين. شوفي بقى انت الوصفة السهلة بالنسبة لك واعمليها. وبرضو احنا دلوقتي ما فيش مدارس وما فيش، يعني دلوقتي معظم العيان، يعني معظم ما فيش الا الثانوية العامة بس هي اللي لسه شغالة يعني. فبنحتاج بقى برضو نعمل فطار، نعمل بقى كل يوم فطار مش عارفة فده تغيير ممكن تعمليه كتغيير. تعالوا بقى نشوف الجمال ومطة الجبنة. زي ما انتوا شايفين كده البيتزا كان اول صاج طلع، حبيت اوريهولكم. بصوا الجبنة عاملة تحفة، يعني بصوا بتمط مهما تشدي فيها ما بتتقطعش، وبرضو عمالة تمط.
عايزه اقول لكم بقى العجينه ذات نفسها هشه، والعجينه ذات نفسها شويه التوابل الصغيرين اللي هم الزعتر والكمون و بس كده اللي احنا حطيناهم، والبيضه كمان مخليه لون البيتزا تحفه. تعالوا بقى هنا نشوف بقى القرص وجمالها. عايزه اقول لكم القرص ديت انا يعني متهيألي انا العماره كلها شمت ريحتها من كتر ما اليانسون بقى. بصوا ريحه اليانسون اصلا تحفه. فمع السمنه او السمنه طبعا لما كان بتبقى نوعها حلو، يعني بجد كانت ريحتها وطعمها تحفه. الف هنا وشفا ليهم، اتمنى تجربوهم ان شاء الله يعجبوكم جدا. عايزه اقول لكم القرص ديت بتتباع في اكبر محلات الحلواني، وسعرها غالي جدا. وبرضو انا متأكدة اللي مش بيعملوها بنفس السمنة اللي انا بعملها استحالة، لان زي ما قلت لكم السمنة اللي انا بستخدمها دي زبدة نيوزيلندي، وانا مسيحاها محولها لسمنة. طبعا اصلا سعرها غالي، بس بتاخدي نتيجة تحفة. لكن انتي بره بتشتريها غالية برضو من محلات معروفة، وفي نفس الوقت مش ما بتاخديش طعم السمنة دوت، لاني مش بيستخدموا السمنة ده. والله مش بشكر في حاجتي، بس والله انا واثقة انا بقول ايه. فاتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم اي وصفة منهم. بس وده بقى الاوردر بتاعنا، سواء البيتزا او القرص. ان شاء الله يعجبوكم، وما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة. بس واتمنى كل حاجة بقدمها لكم تنول رضاكم. وبجد حابة اشكركم كمان على كل كلامكم وتعليقاتكم الحلوة اللي انتوا بتكتبوها لي. ربنا يجازيكم كل خير، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بجد قد ايه انتوا ناس قمة في الذوق وقمة في الاخلاق كلكم، يعني بجد كل حد حتى اللي بيتفرج على الفيديو مش يعني انا بدخل في الاحصائيات ناس ياما قوي بتتفرج على القناة بس مش مشتركة. والله بجد كلكم على راسي، والف شكر ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.